تمايز الصفوف كده خلاص انتهى، من سنتين انتهى، من 8 أكتوبر انتهى. فعرفنا حنا مين هم اللي معانا ومين هم اللي ضدنا، مين هم المسلمين وهم المصهينين، خلصنا. الحين زي ما قلنا لكم التخندق يا مسلمين، وانتبهوا من الكلمة هذه مضبوط. اليوم التطورات اللي صايرة، طبعا إيران ما هي ساكتة. خامنئي صرح قال لن نستسلم أبدا. لاحظوا الأحد اللي فات إيران ضربت أمريكا كف خلتها تلف على حالها أسبوع. قاعد طلع ترامب يترجاهم يقول أتمنى أن تعودوا للتفاوض. أول ما قالوا لهم الإيرانيين نو، لا يعني على طول آلة الدعم الصهيو عربية، إيران تترجى توقف الحرب. إيران كيف توقف الحرب يا بهايم؟ هم رافضين يقعدوا معه، وترامب صرح قال ليتهم يقعدوا. ما هي مشكلة. اليوم صرح لهم خامنئي بنفسه، طلع لهم قال لهم إيران لن تستسلم أبدا. هذه واحد. اثنين، الصفوف بدأت تتميز بعد ما الباكستاني قال لهم إذا ضربتوا إيران إحنا حنقصفكم في النووي وخلاص عليكم. اليوم كوريا الشمالية مصرحة يقول إيران ليست وحدها في ظل وضرب والاعتداء الغاشم عليها، وتهدد إيران أيضا بقصف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط في حال أمريكا أعلنت تدخلها رسميا. هي الحين متداخلة وهي اللي شان الحرب بذراعها اللي هو كيان، بس هم عاد يقولوا الحين إذا أنتم تدخلتوا رسميا فابشروا أنه قواعدكم راح تنضرب، وهاتوا لكم عاد الخسائر عاد لسنوات من شو اسمه، من التصليح والتعديل. كمان روسيا حذرت من عدم المساس بالنووي، لأنها قالت إحنا على جرف انهيار المنطقة كلها، لأنه إيران كل شوي، لأنه شو اسمه الكيان كل شوية يضرب النووي. حشوفكم بعد شوية في بث سريع وعاجل. إلى اللقاء.